هدموا البيوت وحرقوا المساجد وقتلوا كل اللي كانوا بيشوفوه. في بعض الروايات اتقال ان عدد القتلى وصل لمئات الالاف، والأسوأ إن هم لما دخلوا أماكن زي بيت الحكمة دمروا كل حاجة فيه، ومئات الآلاف من الكتب النادرة اللي اتجمعت على مدار قرون اترمت في قلب نهر دجلة، لدرجة إن نهر دجلة اتحول لونه للأسود من الحبر بتاع الكتب. وتخيل بس معايا كمية العلوم اللي ضاعت بسبب الحركة دي. احنا هنا بنتكلم عن سنة 1258 لما كانت أوروبا نفسها عايشة في العصور المظلمة. بعد ما المدينة سقطت الخليفة المستعصم بالله استسلم وتم أسره هو وبعض رجال الدولة. لكن سياسة المغول إن هم ما بيسيبوش حد قومهم حي، علشان في النهاية الخليفة يتقتل، وبموته انتهت الخلافة العباسية في بغداد، الخلافة اللي استمرت أكتر من 500 سنة، ومدينة كانت مركز العالم كله وقتها اتدمرت في أيام معدودة. لكن التاريخ والزمن ما وقفوش عند اللحظة دي، علشان بعد سنين بسيطة المغول دخلوا الإسلام وبقوا جزء من العالم الإسلامي نفسه. لكن برضه سقوط بغداد كان واحدة من أكتر الأحداث المأساوية اللي حصلت في التاريخ كله، والمدينة اللي كانت منارة للعلم في العالم كله بقت خراب. ومغزى قصة النهاردة إن أي حضارة مهما كانت قوية ممكن تسقط لو ضعفت من جوه، وإن التاريخ مليان دروس اللي يفهمها يقدر يتعلم منها كتير.